السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض السينيبون. انا وعدتكم بيها من فترة، والنهاردة قلت هنعمل مع بعض كده حاجة كده جميلة كده تدفيكي. هنعمله بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله يبقى ليكي تقدري تعملي منه مشروع، تقدري تعملي منه تطلعيه يعني اي حاجة انت حباها. تقدري تسوقيه، هتقدري تعملي منه مشروع كويس جدا. اول حاجة هنعملها مع بعض هنسمي الله ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هنعمل مع بعض الصوص بتاع السينيبون. هنجيب 4 قطع جبنة مثلثات زي ما انتم شايفين، اي نوع، النوع اللي انتوا بتحبيه، اي نوع، مش بيفرق النوع يا جماعة. اي نوع جبنة. حتى لو جبنة اللي هي السايلة دي في العلبة، تقدري تاخدي منها 4 معالق. وهنحط كوباية سكر. عايزين نكتب المقادير دي نص كيلو دقيق. يعني هنعمل نص كيلو دقيق النهاردة، وده الصوص بتاعهم لنص كيلو دقيق بس. طبعا انت حابة تزودي هتزودي. كوباية لبن وكوباية سكر. هنا نص كوباية كريم جانتيه. ذرة ملح. يبقى حطينا 4 قطع جبنة، كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية كريم جانتيه، مكعب زبدة، نص كوباية مية. ونبدأ نضربهم كلهم مع بعض. طبعا ذرة الملح. هندور على فيشة كده نشغل بيها الكبة. اهو لقينا فيشة، شغله. هنضربها كده زي ما انتم شايفين لغاية ما السكر يدوب خالص. انا مش عايزة السكر يبقى فيه اي حبيبات. طبعا اول حاجة بعملها هو الصوص عشان اسيبه على جنب يقدر ياخد راحته ويتخن معنا. يعني كل ما بتسيبيه اكتر كل ما بيتخن. هنبدأ بقى هنا نعمل طريقة العجينة. انا هحتاج هنا 4 كوبايات دقيق. هناخد منهم 3 في الاول ونسيب كوباية على جنب. زي ما انتم شايفين كده بنخله. وهنحط عليه معلقتين لبن بودر. طبعا كل ده بيدي للعجينة طعم. معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة. هنحط معلقة ونص سكر، وذرة الملح طبعا دي اساسي، والمكعبين زبدة، مش اكتر من كده، مكعبين صغيرين زبدة. هنبدأ بقى نجيب لو انت عندك طبعا معجنة هتوفر عليكي كتير قوي. هنا انا جبت المضرب وحطيت فيه السلاح بتاع العجن. بس طبعا انا مش هقدر اطول فيه قوي لان ده مش عجان. بس مجرد ان انا الم العجينة. ادي المية، بحط المية حبة حبة. لو عايزة تعجنيها بلبن تمام، بس احنا كده كده حاطين لبن بودر في العجينة. اول ما الاقيها توصل للمرحلة دي طبعا هضطر ان انا اشيل المضرب علشان خاطر ما يتحرقش مني. وهنبدأ بقى نكمل بايدينا. انا كنت شايله طبعا كوبايه دقيق على جنب زي ما انا قلت لكم عشان اقدر الم بيها العجينه. هحط حبه حبه، مش هحط كوبايه على بعض لغايه ما الاقيها خلاص العجينه لمت معايا تمام. ممكن تاخد الكوبايه بحالها وممكن ما تاخدش الكوبايه كلها. انا كده يعني ببدأ ان انا المها لغايه ما الاقيها خلاص كده يعني بدأت تلم معايا. هنزل كل اللي في ايديا كده،
هختبرها بايدي التانية، يعني هلمها شوية تاني. هنكمل بقية الكوباية. خلاص كده هوت اللي انا ايه يعني بدأت تلم معايا، هي مش لازم يعني، هي بتلزق حاجات بسيطة. دي اخر الكوباية، هلمها وخلاص على كده. اسيبها تخمر وارجع لكم بعد ما تخمر. دول كده اخر حاجة، كده هلفهم وارجع. انا هنا جيت كده اهوت بعد ما العجينة خمرت، جهزت معلقة كاكاو ومعلقة سكر ومعلقة قرفة وقلبتهم على بعض. وهنبدأ اللي احنا نفرد العجينة. هنفرد العجينة، يعني هتبقى معايا سمك يعني سنتي. عايزة افرد العجينة كلها بقدر المستطاع. انا مش عايزة اقطع منها، انا عايزة يعني هعملها كلها، مش هساوي بقى من الجناب والكلام ده كله. لا انا مش عايزة اهدر في العجينة. احنا هنعملها كلها كده زي ما انتم شايفين، بحاول انا اسويها من الجناب. بعد ما فردناها اكون مسيحة سمنة، قصدي زبدة، ونبدأ ندهن بيها العجينة كلها زي ما انتم شايفين كده. وبحطش الزبدة على الخليط اللي انا عاملاه، لا انا بدهنها الاول في العجينة، وبنبدأ نرش بقى القرفة والكاكاو والسكر. الكاكاو بيديله تيست عالي جدا. خلاص كده هنبدأ بقى احنا نلفها رول. عايزة تلفلها رول بالعرض، رول بالطول، زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا شايفين كده انا لفتها كلها. هنبدأ نسويها من الجناب عشان نقطعها تبقى كلها نفس التقطيعة. هبدأ كده اللي انا ايه يعني اقيس كده واحاول ان انا اقطعها كلها تبقى نفس المقاس. انا كده هجيب صينية بقى مدهونة زبدة، وهنبدأ نرص فيها السينيبون. هحطها كده واضغط عليها عشان اعمل لها قاعدة من تحت عشان ما تتعوجش. كل واحدة كده واضغط عليها شوية، نسيبها ترتاح كده 10 دقايق. وندهنها بالزبدة ونسيبها ترتاح 10 دقايق بالظبط، وندخلها الفرن. وارجع لكم بعد ما اطلعها من الفرن. هنا احنا طلعناها كده بقت بالشكل ده. طبعا نفشت يعني زاد حجمها. هنبدأ بقى ننزل بالصوص الجبنة اللي احنا عاملينه. شايفينه جميل ازاي وتقيل. هنبدأ بقى عايزين نحط عليها شوكولاتة، عايزين نحط عليها كراميل. هو الكراميل اللي انا عاملاه حاطاه في الازازة، وخرم الازازة في الازازة مش مخرومة كويس، عشان كده بينزل ايه عشوائي. بس مش مشكلة، تقدري انتي تظبطي موضوع الكراميل دوت، او عايزة شوكولاتة حسب ما انتي حابة. عايزاها بالجبنة بس، كل واحد حسب ما بيحب. هنبدأ نطلع مع بعض واحدة كده ونشوف بقى الطعم وطراوة العجينة ولذيذتها عاملة ازاي. انا زودت طبعا صوص جبنة زي ما انتوا عايزين، عايز يزود بيزود. شايفين الجبنة غرقانة هي في الجبنة. هنبدأ بقى كده نقطعها ونشوف العجينة من جوه عاملة ازاي. بصوا شايفين مش معجنة ولا اي حاجة، مفرولة كده وكل طبقة لوحدها، وطعمها تحفة جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. وعايزة اللي اول مرة يدخل معايا القناة يعمل لي اشتراك وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.